ايه يا توتي الزمن اللي يبقى نازل فيلمك مع فيلمي في نفس اليوم يعني ومش في نفس اليوم يعني بس في نفس المرحله ليه يا تيتي؟ هننافس بعض في السينما. هننافس بعض في السينمات بعد كل الصداقه دي. مين فعلا ابتدي انت يا استاذه. انا؟ طبعا. طب بصي انا هسألك سؤال جميل جدا. لو توصفيني في 3 كلمات، ايه هما ال3 كلمات؟ اصل خلي بالك كاملة الاوصاف. اوصفك بايه ولا ايه؟ اوصفك بايه وانت في كل العبر يا توتو؟ تيتي جدعه جدا يعني، هي هتقف جنبك جدا. بس في نفس الوقت هتديكي على قفاكي جدا في نفس الوقت اللي هي بتقف جنبك فيه، يعني في عز ما انت هتبقي منهاره هتقف جنبك وهتسبورتك، بس انت ما انت اصلك غبيه زيرو على طول عادي هتعمل كده، مش هتختشي يعني، ما بتختشيش. اول حاجه ما بتختشيش ماشي. يعني جدعه بس ما بتختشيش، دي اول حاجه. تاني حاجة لما تحط حاجة في دماغها لازم تعملها تحت أي ظرف من الظروف، هتركز جدا ايه اللي هيحصل. هتعمل مثلا الفيلم الفلاني الحاجة الفلانية، هتذاكر الحاجة البتاع هتعملها يعني معرفش اسمها ايه ويل عندها ويل. تالت حاجة بتضحك جدا من حتت فجأة كده، يعني تلاقي وهي بتركب العربية قالت حاجة رزعتك افيه كده عالمي. السؤال قولي لي برضه لو هتوصفيني في 3 حاجات ايه؟ ايه بقى؟ كاريزما جدا. كوركت جدا. مهذبة جدا. لا هي طبعا هبه بتضحك برضه فشخ بصراحه، يعني انا بصراحه محدش بيضحكني زي هبه، لان اولا اعتقد في حاجه في الهيومر ليها علاقه بان احنا فاهمين بعض من حته واطيه قوي. يعني كده، يعني من حته كده مش اي حد فاهمنا فيها. فهي برضو ممكن تقول افيهات سطل بيبقى يبدو كانها بتتكلم عادي بس هي بتبقى افيه عادي. وايه تاني؟ تالنتد قوي بصراحه. يعني انا بحس ان انا اصلا ما كنتش هبقى حابه اشتغل مع هبه. يعني انا اشتغلت مع هبه، يعني ال3 افلام اللي انا عملتهم هبه مثلت معايا فيه وعملت معاها المسلسل اللي كانت عايزه تعمله فاقنعتنا بيه كلنا. وبعدين فانا بصراحه بحب اشتغل مع هبه، مع ان انا عموما ما بكررش شغل مع ناس كتير يعني، بس انا هبه بحب اشتغل معاها قوي لانها فعلا I believe in her talent، ودي حاجه بالنسبه لي مش سهله. هي عارفه انا فعلا ببقى قلت الادب. احرجتيني جدا بعد ما انا قلت عليكي ست ما بتختشيش، فانت بلاش بقى مفاجآت اون كاميرا عشان تعرفي ان انا اخلاق. انا اللي اعرف عنك. لا هي اخلاق. هي توتو اخلاق والله. شكرا يا توتو. اوعي تاخدي منها نصيحه. يعني هي بجد هي بيبقى قلبها عليكي جدا بس هي بتقول نصايح والله العظيم هي بتضرب معايا يعني اكتر واحده والله بنصح لسه، بس هنا نصايحنا لبعض. يعني رحت في داهيه كذا مره بنصايح بقى، وبعدين بتجيلها بتبقي حاسه انها بتجيب لك وصفات من القناه، مش عارفه انهي قناه، فاهم؟ وصفات جمال منها اللي هو حطي ايه في شعرك، حطي ايه في حاجات بقى، فاهمه؟ ما حدش فاهم ده ايه. ببعت لك وصفات، ايه المشكله يعني؟ يعني انا مش عايزه اقول على النصايح الاخرى. نصايح على الحياه يا تيتي. لو هتقولي على النصايح الاخرى انا ممكن احكي النصايح دي ودتني لفين، ما انا مش هحكي. ولا انت تقولي نصايحي ولا انا اقول نصايحك، هي دي. طب هنقول ولا مش هنقول؟ مش هنقول لانه مش صح، لان هي ضربه في ناس كتير عيب قوي. يعني هي خلتني قمت بافعال انا اقتنعت بيها، هي شكلها مقنع وحياه ربنا هي شكلها مقنع جدا. يعني تقول لك الحاجه وبعدين تقعد تفكر كده وتلعب في نظارات تقول لك بصي يا هبه انا فاهمه كويس قوي في الموضوع ده، الراجل ده مش نفس يعني ده هتخشي له من دخله تانية انا هقول لك عليها. فانا بقى اروح اصدق ما هي عملت حركات فنفذ وابقى انا اصلا مش مقتنعه. لا تيتي ما انا حاسه انه انا حاسه ان انا تيتي ما ينفعش اعمل كده، قفشه انا مش مرتاحه. انت ما بتفهميش في الحاجات دي على فكره، انا بفهم. تروحي انت بقى تعكي بعد 3 سنين تيتي انا عملت كده. والله لا مش نصيحه كويسه صح، لا انا اسفه. طب ما هو كان تو ليت. ايه الحاجة اللي بتحسي اننا شبه بعض فيها؟ الحوسة. يا احنا بنفركش يعني، بنحتاس ونفركش يعني. الحوسة اللي هي أيوة. مفتاحنا فين، مين ايه دي، وقعنا الجزمة كده، في نوع حوسة كده. ايوه يعني احنا دايما واحنا رايحين افراح
او احنا رايحين اي حاجه ايفنت مثلا كبير، مهرجان بتاع، كل الناس، كل الستات بتبقى ماشيه عادي، شايله شنطها وماشيه عادي وطالعين عادي. احنا لازم يا اما الجزمه كعبها حصل فيه حاجه، يا اما حاجه في باينه حد من تحت المعرفش بالظبط. ايه، دي شعرها طار فين، انا جبت بتاع ما دخلش فين، لازم نبقى محتاسين، يعني لازم. انا احنا اصلا احنا بدأنا نبقى اصحاب من حاجه الحوسه كده. ايه الحاجه اللي بتحسي اننا مختلفين عن بعض فيها؟ مختلفين انا بصراحه بحس ان هيبقى شخص فريندلي اكتر مني مع الناس، دي حاجه ظريفه يعني. انا مش فريندلي قوي كده مع الناس، يعني بحس ان انا يعني ممكن ابقى بحبهم من جوه، بس انا وهي اكسبرسيف بصراحه، هي اكسبرسيف جدا يعني. انا اتعلمت منها شويه ان انا ابقى يعني بقول اي حاجه، انما انا مش اكسبرسيف خالص، يعني بحب حد ما بحبش حد في صمت. اللي هو بقى انت افهمي انتي بقى يعني. فديفنتلي هي حاجه ليها علاقه بالاكسبريشن. تيتي حاده اكتر مني، يعني انا بتكسف، يعني كسف مثلا في قاعده كده وقوم قايله لحد حاجه مثلا كده، هي تيتي عادي مثلا مش عايز تعمل حاجه دي مش تعملها، انا ممكن اعمل حاجه انا مش عايزه اعملها عشان ما تضايقش حد. الحد ده الدنيا اساسا انا نفسي تيجي في كذا، انا مش يعني مش عايزه ايوه اروح، بس ايوه، انا هروح. هي كده. انا مش تيتي بعرف كده، مش هتروح انا اصلا بس انا بقى عايزه بحاول اتعلم منها ده، يعني انا بحاول اتعلم منها كده اصلا. ايه اكتر فيلم بتحبي تتفرجي عليه وما تزهقيش منه؟ اكتر فيلم بحب ارض الاحلام. طيب توتو، لو هنعزم 3 مخرجات على العشاء هنختار مين؟ كوثر بن هنية، وممكن في مخرجة فرنسوية اسمها ميا هانسن لوف، بحب افلامها قوي، ونادين خان. ايه كانت اكتر لحظة بتحبيها في شغلنا مع بعض في 7 جار؟ بصي انا كنت بحب قوي اللحظات اللي بنشتغل فيها مع دلال، ولو في حاجه مثلا مكتوبه امبارح او اول امبارح فانت تيجي تعمليها تاني يوم او تالت يوم، وخصوصا لو مع مدام دلال، يعني ده كان بيبقى حلو جدا. يعني هي الست دي كانت قعدتها كمان في الاوضه اللي جوه دي صور فيها مع اللي هي ساره وفدوى ودلال. كانت خطيره، يعني كانت قاعده حلوه جدا، بحيث انك عايزه تعيشي هنا، دي كانت لحظات حلوه قوي. المهم صراحة كانت بتقول حاجات ذكية قوي. مش بس في التمثيل، في الحياة انا كنت بحب اسمع، او اكشلي كمان كنت بحب اتابعها واشوف هي بتتعامل مع الناس ازاي وبتعمل ايه، عشان هي كان عندها حاجة فطرية ذكية قوي. وانثويه بذكاء. هي ام جد، يعني هي ست جدا، ست جدا وعندها احتواء رهيب. هو نفس السؤال، ايه اكتر لحظه قريبه لقلبك في شغلنا في 7 جوه؟ في حاجه، لا في حاجه بتضحكني بس مش فاكره هتفتكريها ولا لا. في مره كنت بصور كده في شقه في مصر الجديده، انت جيتي لي مره قعدتي معايا شويه وقعدنا نضحك جامد، فهي هبه جات لي وبجد الشقه يا جماعه مش كانت ضيقه عادي، كانت اللي هو حرفيا احنا قاعدين فوق بعض تقريبا، ومش كل الناس جوه، يعني هو يا دوبك الممثلين وانا و2 مساعدين وقاعدين يعني. فهي ابا دخلت اتحشرت معانا جوه على المونيتور. انا فاكره ان انا كنت قاعده عماله اقول لهم المونيتور مش شغال وهم مش سامعين. يا جماعه المونيتور مش شغال. حركه كده بتضحك جدا. ايوه قلت لهم خلاص ناخد الشوط سماعي. فانا فاكره ان احنا المخرج مش عارف ايه اللي بيحصل اصلا، وهم بقى بيدوروا ياخدوا كلاك، وانا يا جماعه المونيتور مش شغال. بس هو اصلا ما كانش فيه مساعدين تقريبا جوه، كان المكان محشور حشره فظيعه، والكاميرا في وقت كمان كنا بنصور من الشارع، يعني احنا حاطين الكاميرا في الشارع جنب الشباك عشان نصور داخلي جوه من كتر ما طيب احكي لنا عن فيلمك الجديد، احكي لنا عن الهوى سلطان. والله هو انا مش عايزه احكي عن الهوى سلطان، انا عايزه اتبسط كده انا عايزه اتفرج على الهوى سلطان، انا عايزه اتفرج عليه والله. بصي انا انت عارفه الفيلم عندي فكرته من زمان جدا، وانا عايزه اعمل فيلم برضو بسيط، وحاولت اشتغل على استراكشر بسيط والتمثيل بسيط، يعني نحاول نعمل حاجه كده رومانتك لطيفه من الحاجات اللي نفضل نبقى عايزين نتفرج عليه، يعني ده هدفي في الموضوع. بغض انا ما اعرفش بقى هيطلع ايه في الاخر، احنا ما حدش بيبقى ضامن، هيطلع حلو عشان انتيش بتبقي ضامنه ابدا انت عامله ده واصل ولا لا. يعني انا مثلا اول ما شفت 7 جار قلت يا نهار اسود، ايه ده ايه ده غريب جدا. انا عارفه ان احنا عايزين نعمل حاجه مختلفه غريبه، بس هو طلعت غريبه جدا، يعني ده غريب قوي. ايه ده بقى، انت ما بتبقيش عارفه، بس هو انا نفسي اعمل حاجه
سينما يعني مش وان يوز يعني. لو انا هكون شخصية في فيلم الهوى سلطان هكون مين وليه؟ هتبقي البطلة. الله هتبقي البطلة اشوف كده. بقى الفيلم كده، اشوف نفسي عملت ايه فعلا. ده انت حبيبتي. شوفي انت عايزة ايه اختي توتو. ايه اغرب نصيحة حد اداها لك عن الاخراج؟ بصي، لا مرة زمان وانا بصور حاجة كده، مشروع ولا حاجة، في واحد راجل مش عارفة ريجيسير او حاجة، قال لي هو الاخراج ده ايه يعني؟ ايه الاخراج؟ زوم ان زوم اوت زوم ان. ايه هي توتو النصيحة اللي تديها للمخرجات الصاعدات؟ ان هم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، يعني يعني ما يسمعوش كلام حد. ما هي مش هتصعد يعني. قولي لها مثلا انا هخش انا هجاوب، يعني قولي لها تبقى مثابره مثلا، مش مثلا حد يقول لها ايه اللي انت جايباه ده، ايه السكريبت ده مش هيتعمل، ده مش هينفع. لا انا انت هقول لك تفضلي في كلمه هتعمليه بالانجليزي انا ما اعرفش اسمها بالعربي، بس انا بحبها قوي، الريزيلينس. بس هي الريزيلينس مش مثابره. الريزيلينس ليها علاقه اعتقد بالمرونه كمان، باللي هو ان انت ازاي طول الوقت حتى لما يبقى فيه مشكله تحاولي تشوفي ايه اللي ممكن تطلعي منه. ايوه، تتحايلي ازاي على المواقف وعلى الحاجات ان انت تعملي اللي انت عايزاه برضه، يعني انت فتعرفي ان انت مكمله. أيوة. انت ما تقولهاش بعمل اللي انت عايزاه وخلاص وتسيبيها، اشرحي لها عشان دي صاعده محتاجه ان انت تشرحي لها. تاخدي بايدها. ايه اكتر حاجه بتحبيها في طريقه شغلي؟ ثقتك في انه اللي انت عايز تعمليه هتعمليه بالطريقه دي، يعني انك لويل لطريقتك، يعني مفيش حاجه تخضك. انا لما ببقى قلقانه ما هو لازم تبقي قلقانه. مفيش حاجه اسمها اصلا انك تبقيش قلقانه، بس ان انت تبقي عندك الجراءه انه انا هصور المشهد ده بالطريقه دي وبالديكور ده وبالشكل ده، وانا عايزه اجربه كده حتى لو هو طلع مش زي ما انا عايزاه، بس انا هعمله. بس انا كنت عايزه انا بحترم جدا 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 فيكي الحركه جدا، انه بحس انه ما بتخافش. ايه اكتر حاجه بتحبيها في طريقه شغلي؟ انا بحس ان هي عندها سنس مختلف بصراحه، وبحب ان في اوريجيناليتي، يعني مش بحس دايما ولا ان الاداء ولا ان طريقه تصوير الحاجات شبه الحاجات عموما. وانا بحس ان هي دي السينما عموما، يعني أنا على فكره ما شفتش فيلمها لسه، ولا انا شفتها. بس انا يعني ببقى دايما واثقه ان هي حتى في الافلام القصيره ده كان بيلفت نظري ان هي ممكن تبقى مش بتقعد بقى تعمل انا هصور من مش عارفه مين وهعمل ايه، بس هو في شوتس ممكن تبقى بسيطه بس هي سينمائيه. انا بالنسبه لي حاجه سينمائيه معناها ان انا لما شفتها حسيت بمشاعر انا مش عارفه اوصفها، فانا بحس هي بيبقى عندها ده، يعني في حاجه كده انا مش عارفه اقول هي ايه، بس هو في حاجه حسستني بحاجات، فانا بحب ده.